قليلة جدا وتنطلق المواجهة بصافرة الحكم الجنبي باكاري قاسما. لازم أنه التركيز يكون كبير في الربع ساعة الأولى، هي الأكثر أهمية للمنتخب الوطني المغربي. لازم أنه يضبط النفس في الربع ساعة الأولى إن هو أراد فعلا أن هلالات عبد العزيز برادة اللي وصل كورته ليوسف العربي. لكان هدف أول للعناصر الوطنية هنا. الإعادة وصل عبد العزيز برادة ليوسف العربي وتدخل فيرمان في آخر لحظة يبعد الكرة من أمام قدم اليمنى ليوسف العربي. حماس كبير لرشيد الطوسي، حماس كبير لرشيد الطوسي، هو الذي سيتحمل المسؤولية أولا وأخيرا. عبد العزيز برادة كرة مرفوعة، جول! الهدف الأول للعناصر الوطنية، الهدف الذي انتظرناه كثيرا يأتي عبر عصام عدوى. هدف للصفر ما انتظرناه أتى من طرف العناصر الوطنية. هدف جميل جدا من كرة ثابتة، أول هدف في الدورة لعصام العدوى رجل الارتكاز. هدف للصفر وغوردون إيغيسوند يتابع المباراة مستغربا لما تراه عيناه في هذه المواجهة الحاسمة نحو الدور الرابع النهائي. عصام عدوى قلت لكم ماشي داسايف، ماشي الحارس جالويجي بوفون، ماشي هو ديناصور. هذا حارس عادي اسمه ايتو ميلينغي، كان لاعب كريكت واليوم يتحول لحارس مرمى. هدف للصفر، هدف للصفر للعناصر الوطنية. هذه البداية ومازال لازم أن تتفاعلوا بحذر مع منتخب جنوب افريقيا. الفرج جاء في الدقيقة العاشرة عبر عصام عدوى، وقد تأتي أخبار سعيدة أخرى من طرف العناصر الوطنية. كلنا وراءكم لمساندتكم نحو العلالي اليوم في جنوب افريقيا، نحو العلالي في جنوب افريقيا. نبقى واقعيين شويه. مشات كره المنتخب جنوب افريقيا، هذا ما هو الا هدف. لازم اننا نتعاملوا مع 80 دقيقه اللي بقات. مشات كره فيرمان مشى بكورته من الطرف الايمن. كره صعيبه لمنتخب جنوب افريقيا في الزاويه لمنتخب البلد المنظم بعد تدخل عبد الحميد الكوثري. هنا الاعاده، عبد الحميد الكوثري يخرج الكره ضربه زاويه لصالح منتخب جنوب افريقيا. تائه في حقل الغام. هادو 11 لاعب، 11 لغم في المنتخب الوطني المغربي، ممكن ينفجروا في اي لحظه ليتحولوا جميعا للدور الربع النهائي من كاس افريقيا. عين على ملعب نيلسون مانديلا باي، ولو ان الامر لا يهمنا في شيء نتيجه ملعب نيلسون مانديلا باي بين انغولا والراس الاخضر، ما دام اننا متفوقين بهدف لصفر امام منتخب جنوب افريقيا. مشات الكره 58% نسبه احتكار الكره لمنتخب جنوب افريقيا. عبد الاله حافظي، تعود الكره من جديد عند عبد الرحيم شكير. تصل من مادي من عطيه، وصلها النادي الميغري مشى بكورته اماميه. تدخل ماسيليلا مرة أخرى بالراس للمنتخب الجنوبي افريقي. تراجع لاعبي المنتخب الوطني صديق المسافات والمساحات على لاعبي جنوب افريقيا. تمشيط الإجابة الدفاعية من حارس المرمى النادي المغربي أمام اللاعب تولاني سيريرو رقم 10 لاعب منتخب جنوب افريقيا. كرة من النادي المغربي في خط الوسط، تعود من جديد للعناصر الوطنية. عبد الاله حافظ الضغط من فيرمان، وصلها من جديد عند شكير، عند عبد العزيز برادة. كرة مازال ما خرجت لمنتخب جنوب افريقيا. في الاخير الحكم يمنح تماس لصالح المنتخب الوطني المغربي. نعم، كرة خرجت في الاول ايغيسوند. امر طبيعي انه يكون حزين ويتفاعل بهذه الطريقة. قد يواجه مصير بيتسو موريماني الحكم او المدرب المحلي الذي درب جنوب افريقيا مكان كارلوس البرتو بيريرا الذي لم يوفق في تأهل الدور الربع النهائي من كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت ببلاد البافانا. مروا منهم لاعبين ممتازين. مع حفيظي ينتظر الدعم، ينتظر المساندة. يلا فين ايامك عبد الكريم الحضريوي، فين ايام عبد الكريم الحضريوي. مشات الكرة من جديد للعناصر الوطنية، استخلاص الكرة بشكل جيد من طرف لاعبي جنوب افريقيا. رجعوا سدوا ما دخلوا ولا باب امام لاعبي منتخب جنوب افريقيا. عبد العزيز برادة لازم التعامل مع الهجمات المضادة.
كل لاعبي جنوب افريقيا يبحثون عن هدف التعادل، يتركون مساحات كثيره. حافظي وصل كرة من جديد. كمال الشفني يسدد الكرة بعيدا عن مرمى الحارس الجنوب افريقي مولينغي كوني. مشات الكرة من جديد في تماس لصالح المنتخب الوطني المغربي. 20 دقيقة الأخيرة ستكون صعبة كثيرا على المنتخب الوطني، لازم التعامل بذكاء مع الدقائق المتبقية. كمال الشفني يؤدي بشكل جيد جدا. كرة ما زال جنوب افريقيا توسخ رسمي فلا، مشات من جديد عند ماسيليلا لجنوب افريقيا، تصل للاعب دين فيورمان. كرة جنوب افريقيا يحتكرون الكرة بحثا عن المنفذ الذي سيصل بهم لمرمى الحارس نادي الميري. مشات الكرة المنتخب جنوب افريقيا، كرة صعيبة لجنوب افريقيا، حاول يمرر الكرة الأخيرة، ما زال الخطورة جنوب افريقيا، ما تخليهمش يسدوا. هجمه مضاده للمنتخب الوطني المغربي. يلا يوسف العربي لوحده، عبد العزيز براده يمرر الكرة بعيدا عن العربي وعن الحفيظي وعن باقي رفاقه وزملائه، والكرة في تماس الثلث ساعة الأخيرة من المواجهة، والنتيجة هي هدف لصفر للمنتخب الوطني أمام منتخب جنوب افريقيا بملعب موزيس مابيدا بدربان. المرور للدور الربع النهائي من كأس افريقيا يقترب منا كثيرا، بطاقة التأهل تقترب منا كثيرا. مشات كرة من جديد للمنتخب الجنوب افريقي. الدقائق الأخيرة لازم ما نخليهمش يوصلوا لمنطقة 18 متر، لأنه الحكم مستعد لإعلان ضربة جزاء المنتخب جنوب افريقيا ولو أنها ما تكونش. تعود الكرة من فلا، توتسو فلا عند لاعبي خط دفاع كونغا أنيلي. غياب اليوم اللاعب ماتشورو ليونولو، لاعب كايزر تشيفز، ابرز غياب في المنتخب الجنوب افريقي. كره المنتخب جنوب افريقيا حذر من الالتحامات في منطقه 18 متر، كره تسدد الهدف للمنتخب الجنوب افريقي، ما لم نكن نتمناه في دقيقه 71. جنوب افريقيا تسجل هدف التعادل. مالانغو رقم 19، مالانغو لاعب نادي ايسنبورغ السويدي، ما كانش لازم أن نعطيهم مساحة للتسديد. مالانغو كان لوحده. 71 دقيقة التعادل بين منتخبي جنوب افريقيا والمنتخب الوطني المغربي، وبالتالي بطاقتي التأهل الآن لصالح كل من منتخبي جنوب افريقيا ومنتخب انغولا. مالانغو مشى لوحده على راحته من دون رقابه، سدد الكره في الزاويه البعيده لمرمى الحارس نادي الميهري، ما كان عنده ما يعمل في الكره الاخيره نادي الميهري. هدف بين منتخبي جنوب افريقيا والمنتخب الوطني المغربي. يعني لو ضيعتي استقبل الهدف واستعد لقبول ولتقبل هدف التعادل لو سجل يوسف العربي. لكنا متفوقين بهدف لصفر وكنا في غنى على مثل هذه التصرفات. كمال الشفني ما يلزمش التفاعل مع حكم السيد بكري قاسما السيء الذكرى اليوم. بكري قاسما 72 دقيقة والنتيجة هدف بين المنتخبين المغربي والجنوب افريقي. 72 دقيقة تنقلب الامور رأسا على عقب. انذار للاعب هيلتون. المنتخب الرأس الأخضر لو تعادلت الرأس الأخضر لازم أنها تتلقى أكبر عدد من البطاقات الصفراء لكي تمنحنا بطاقة التأهل للدور المقبل من كأس افريقيا. هنا كان خطأ ضد اللاعب توكي لورانسي. لازم أنكم ما تفقدوش تركيزكم في الدقائق الأخيرة، يلزم التعامل بحذر، ما نخليوش لهم فرصة للتسديد. هنا الكرة تسدد، يعني هدف جاء في الوقت الغير مساعد تماما، جاء في وقت صعب جدا. 73 دقيقة هدف بين منتخبي جنوب افريقيا والمنتخب الوطني المغربي الذي ادى بشكل جيد جدا، لكنه منح الفرصة لمنتخب جنوب افريقيا لكي يسجل هدف التعادل. فرحة كبيرة للمناصرين الجنوب افريقيا في مدرجات ملعب موزيس مابيدا بدربان. غوردون إيجسند يبدو سعيدا بالنتيجة المحققة ولو أن الأمور لم تنتهي بعد.
الأمور لم تنتهي بعد. مالانجو مسجل هدف التعادل، لاعب نادي مالمو بالبطولة السويدية. كان انذار الرقم 3 تسيبو ماسيليلا لاعب نادي كازر تشيفز، وكان برنار باركر والذي تلقى البطاقة الصفراء. هدف لهدف بين المنتخبين المغربي والجنوب افريقي. تسيبو فلا، كرة مرفوعة صعبة، خروج نادي المغرب في الزمان المناسب. وصلت الكرة فيرمان، مشات لجنوب افريقيا من الطرف الايمن. كرة جنوب افريقيا صعبة، لازم الهدوء لازم الهدوء لازم الهدوء لازم الهدوء لازم الهدوء. الكرة تلعب لصالح جنوب افريقيا في الدقائق الاخيرة. كرة بالراس، حسن الحظ مرت بسلام على مرمى الحارس نادي المغربي. تستفيق الفوفوتزيلا من جديد بمدرجات ملعب موزيس مابيدا بدوربان. تستفيق الفوفوتزيلا. هنا فيرمان مرر الكورتو، ما ضبطش اموره برنار باركر في الكره الاخيره. دخول منير الحمدي ومكان عبد العزيز براده على بعد ربع ساعه من موعد النهايه. هدف لهدف بين المنتخبين المغربي والجنوب افريقي بملعب موزيس مابيدا بدوربان. نتمناو هدف، لما لا؟ سنعيش على التمني، على الاماني، على الامنيات، على الاحلام، على الاحلام التي نتمنى ان تتحول لوقائع. فلا الإعادة الكرة اللي مشات، والهدف الهدف 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 الهدف. صدمونا، قتلونا بهذا الهدف الرقم 19 ماي مالانجو. مشات الكرة ضربة مرمى للحارس نادي المغربي. يلعبون الدقيقة 82 في ملعب بور إليزابيث، ملعب نيلسون مانديلا بي، ونلعب الدقيقة 80 بملعب موزيس مابيدا بدوربان. عندنا الدقيقة 81. بكري قسمة، يعني قطع 9 كيلومترات. دين فيرمان 9 كيلومترات قطع هذا اللاعب الجنوب افريقي. مشات الكرة من بونغاني كومالو، تصل من جديد تولاني. ريني لوي يرتكب خطأ لصالح المنتخب الوطني المغربي. النتيجة لا زالت هدف لهدف. دقيقة 82 81، هدف لهدف. الرأس الأخضر تسجل هدف التعادل. الرأس الأخضر تسجل الهدف التعادل. هدف التعادل 1-1 بملعب بور إليزابيث. هدف لهدف بملعب بور إليزابيث. ونتمنى من الزملاء في قسم التحرير يعني إجراء عملية حسابية ونعرفوا شكون غادي يتقال. مشات كرة المنتخب الوطني. يوسف العربي كما قتلتينا حيينا. زكريا برقديش، يلا الحفيظي، لا ولد بلادي الحفيظي يسجل هدفا ثانيا. نعبر به للدور الرابع النهائي. نحيا في الدقائق الأخيرة بهدف ثاني. 2-1 للدور الرابع النهائي. سنسير جميعا، سنعبر للدور الرابع النهائي. سنظل هنا بدوربان. هدفين مقابل هدف واحد. ألف مبروك يوسف العربي. كيف ما قتلتينا حييتينا. وهذا الحفيظي لم يبقى إلا القليل. هدفان مقابل هدف واحد. دقيقة 83. يلا هذه الروح. برقديش رشيد الطوسي يعود من بعيد. قلت ما دام أن هناك أمل كل شيء ممكن. نعم، هدفين مقابل هدف واحد. لك الحق هذه المرة أن تصلي. شكرا للخالق على هذه النتيجة، نتيجة هدفين مقابل هدف واحد. ضربة خطأ لسيريرو في مكان صعب. 83 دقيقة نحافظوا على النتيجة فقط.
حتى ولو تعادلنا بجوج وهذا ما لا نتمنى سنتأهل للدور الربع النهائي من حد رأس الأخضر متعادل أمام أنغولا بهدف لهدف. يا لها من مباراة في الدقائق الأخيرة. ضربة خطأ لجنوب افريقيا، كرة ثابتة لجنوب افريقيا، 2-1 للمنتخب الوطني الذي تحلى بشخصية البطل. كرة تسدد بعيدة على مرمى الحارس نادي المغري، يعني كل شيء كيف صالحنا. يعني الرأس الأخضر تلقى الحدود الساعة 3 بطاقات صفراء، لكن ما يهمناش احنا في طريقنا للدور المقبل. لكم الحق أن تحتفلوا والفرحة ستكون كبيرة. افريقيا الدقيقة 86 والنتيجة ما زال 1-1 في ملعب بور إليزابيث مع بنسر مانديلابي. منير الحمداوي مشى بكورته من الطرف الأيسر، تستخلص من منتخب جنوب افريقيا من البديل رينيلوي لتشولونياني. لم يتبقى الا القليل في جنوب افريقيا. حذاري من جنوب افريقيا هدف التعادل للمنتخب الجنوب افريقي. النتيجة هدفين لهدفين ومنتخب جنوب افريقيا متأهل مع المنتخب الوطني المغربي. لا زال المنتخب الوطني متأهل للدور الربع النهائي، بما انه منتخب الرأس الاخضر متعادل مع انغولا بهدف لهدف. سيابونغا سانغويني يسجل ثاني هدف في البطولة. دقيقة 88 في بور إليزابيث، نتيجة 1-1 وعندنا 2-2. المنتخب الوطني ما زال متأهلا للدور المقبل من كأس افريقيا. يعني الاخطاء الدفاعية كنا في غنى عنها. نتمنى المباراة بور إليزابيث تنتهي بالتعادل هدف لهدف. سيابونغا سانغويني يسجل هدفا آخرا، يعني نلدغ مرة أخرى من نفس جحر سانغويني الذي سجل الهدف الأول ويسجل الهدف آخر. كرة زكريا بركديش، ما زال الإمكانية، يلا الإمكانية المنتخب الوطني المغربي لكي يسجل هدفا ثالثا. شاكير في منطقة الجزاء، كرة بالراس. مباراة ما زال في بور إليزابيث 1-1 ما زال 1-1. دقيقة 89 في بور إليزابيث بعد ما سجل فاريلا هدف التعادل. ان الإعادة لهدف جنوب افريقيا، يعني لازم نضبطوا النفس الدقائق الأخيرة. على الأقل تبقى النتيجة 2-2 1-1 ما بين الكاب فير وأنغولا. هدف لهدف. زكريا بركديش مشى بكورته، بركديش وصلها عند العربي. تغطية من لاعبي جنوب افريقيا. انا اتابع مباراة الرأس الاخضر وانغولا واتمنى ان تنتهي بهدف لهدف. 89 دقيقة في بور إليزابيث. النتيجة ما زال 1-1. فيرمان يعيد الكرة لحارس مرمى ايتو ميلينغي كوني. جنوب افريقيا متأهل الحدود الساعة ب5 نقاط مع المنتخب الوطني المغربي، لأنه سجل أكبر عدد من الأهداف في حدود الساعة. يسجل هدفين أو 3 أهداف، فيما الرأس الأخضر سجل هدفين. نلعب الوقت البدل الضائع في بور إليزابيث. النتيجة 1-1 ما بين الرأس الأخضر وأنغولا، والمنتخب الوطني المغربي متأهل لحدود الساعة للدور المقبل. أكبر عدد من الأهداف في البطولة هي النسبة التي ترجح كفة المنتخب الوطني لكي يتأهل للدور الربع النهائي من كأس افريقيا. مشات سجلوا الثالث. عندكم الامكانيه اليوم، مقدمين مباراه بطوليه اليوم. حفيظي مشى بكورته، تعود فيرمان. حذاري من منتخب جنوب افريقيا. ما تبقى الا القليل. نلعب الدقيقه 90 من المواجهه.
التخطيف محلة. يلا مشات المنتخب الوطني. زكريا برقديش دخوله كان كوتشينغ موفق من رشيد الطوسي. مشات عبد الاله حفيظي وصلها من جديد للمنتخب الوطني المغربي من الطرف الايمن. كره مرفوعه. يلا مازال يمكن يوسف العربي من الطرف الايسر للعناصر الوطنيه. يوسف العربي كره تمرر. مازال الخطوره. عبد الاله حفيظي يقاتل قلب اسد اخر في مباراه اليوم. نتيجه 1-1 ومنتخب الرأس الأخضر يسجل الهدف الثاني في بور إليزابيث. منتخب الرأس الأخضر يسجل الهدف الثاني في بور إليزابيث. النتيجة 2 مقابل هدف وحيد للرأس الأخضر. 2 مقابل هدف وحيد لمنتخب الرأس الأخضر. دقيقة 91 منتخب الرأس الأخضر يسجل الهدف الثاني والرأس الأخضر 2-1. هيلدون يسجل الهدف الثاني. ونتمنى من الزملاء أكدوا لي المعلومة وكم أتمنى لا تكون صحيحة. نلعب 4 دقائق من الوقت المضاف. لعبنا الدقيقة الأولى. عندي هنا هيلدون سجل هدف ثاني لمنتخب الرأس الأخضر. تالي جنوب افريقيا 5 نقاط والرأس الأخضر 4 نقاط. قدمتم ما عليكم في مباراة اليوم. يعني تقاتلوا بمعنى الكلمة. لا أمدح أي أحد من لاعبي المنتخب الوطني ولا المدرب رشيد الطوسي. اليوم مباراة بطولية جزئيات بسيطة. نتمنى ما نريبوش كل شيء، ما نهدموش كل شيء، نتعلموا من اخطائنا. مشات كره العناصر الوطنيه. يلا مازال الفرصه. مازال زكريا برقديش. يلا كره مرفوعه. خروج ايتو ميلينغي. النتيجه 2-1. مازال في بور اليزابيث. ونلعب الدقيقه الثانيه من الوقت المضاف في ملعب موزيس مابيدا. نلعب الوقت البدل الضائع في ملعب موزيس مابيدا. الرأس الأخضر يعود من بعيد. أتمنى أن تسجل أنغولا هدف التعادل. يعني كنشوف صور العناصر المنتخب الوطني المغربي. نتمنى الزملاء أكدوا لي نتيجة مباراة أنغولا والرأس الأخضر. نقدر نكون أنا غلط لاعبي المنتخب الوطني على حق على صواب. واش النتيجة في بور إليزابيث هي تفوق الكاب فير ب2 مقابل هدف وحيد. بالفعل منتخب الرأس الأخضر متفوق ب2 مقابل هدف وحيد. وبالتالي الرأس الأخضر عنده 5 نقاط. جنوب افريقيا عنده 5 نقاط. مازال 2-1. انتهت المباراة في بور إليزابيث. انتهت المواجهة في بور إليزابيث. الدقيقة 4 من الوقت البدل الضائع. آخر فرصة للعناصر الوطنية. آخر دقيقة. منتخب الوطني تعادل في المباراة الأولى، تعادل في المباراة الثانية والثالثة، وبالتالي في رصيده 3 نقاط. الدقيقة الأخيرة من الوقت المضاف. منتخب جنوب افريقيا متعادل مع المنتخب الوطني المغربي بنتيجة 2 مقابل 2 في ملعب موزيس مابيدا بدون ماء. ثواني قليلة وسيعلن الحكم بكري قسمة عن نهاية المواجهة بالتعادل 2 مقابل 2. ترقب كبير في ملعب موزيس مابيدا. ترقب كبير في ملعب موزيس مابيدا. الحكم وقف المباراة كتير. لازم أنه يضيف دقائق أخرى. لازم وأنه يضيف دقائق
هدفين مقابل هدفين بين المنتخب الوطني ومنتخب جنوب افريقيا. كرة العناصر الوطنية، مشى الكرة بالراس في الخط الامامي، تغطية من دفاع جنوب افريقيا، تغطية من دفاع منتخب جنوب